العلاج يعني دواء، اخد علاج من الدكتور واتحسن، اخد مسكن واتحسن. الحقيقه انه المفهوم البسيط جدا والمهم جدا والحقيقي جدا للعلاج هو انه علاج متعدد الجوانب، بمعنى انه في مشكله مرضيه لازم تشخص كويس ولازم نشوف ايه اللي بيسببها ونغيره. 2، هستعين بعلاج من الدكتور يساعدني، مظبوط، لكن مش ده بس، لازم اعرف انه تكمله العلاج في جزء من الاكل والشرب بيضايقني وبيسبب المرض لازم امنعه. في اوضاع مجهده وقعدات معينه سواء في طبيعه شغلي او اكلي او شربي او قعدتي او استعمالي اللاب او التاب او الموبايل او بيأذيني لازم اعدله واغيره. قعدتي على المكتب لازم اغيرها. في نوع اكل وشرب معين بيأذيني جدا. في وزني زاد شويه لازم يتغير. الحاجة التانية انه اسلوب حياتي، لو اسلوب حياتي فيه اجهاد مستمر وفي ضغوط عصبية وما بنامش كويس وما بتحسنش كويس وما باخدش قسط من الراحة وعليا ضغوط